شايفين المسلة دي اللي كان واقف عندها واحد بيدعي تقريبا من سنور لواحد صاحبه فاكر نفسه في الحرم. طبعا الحرم له خصوصيته وأهميته. كمان المسلة دي لها أهمية تاريخية كبيرة جدا. المسلة دي بناها الملك سنوسرت الأول احتفالا بتحويل محافظة الفيوم لمحافظة زراعية. طبعا عثر عليها أو لقيها فلاح في أرضه أثناء حرث الأرض. الفلاح ده من بلد اسمها بجيج. الفلاح لأمانته سلمها للحكومة اللي هي بدورها سنة 1972 وضعتها في الميدان ده اللي هو ميدان المسلة في الفيوم عشان يبقى أشهر ميدان في محافظة الفيوم، وكمان يبقى معلم أساسي من معالم محافظة الفيوم. المسلة دي لها قيمة تاريخية كبيرة جدا، لها قيمة تاريخية عظيمة، لها مكانة عالية جدا. طبعا المسلة تم ترميمها أكتر من مرة من قبل الهيئة، هيئة الآثار، لكن فضلت المسلة واقفة شامخة عشان تحكي تاريخ على مر العصور، تاريخ ملك عظيم من ملوك مصر القديمة. ودمتم ودامت مصر بخير.